جبينك من نجوم السما الزاهر، لو شعاع الشمس صوغه شارك الذهب الضفاير، لو شعاع الشمس صوغه شارك الذهب الضفاير. قول واتمنى علي شرط اقدم لك هديه، هديه شرط اقدم لك هديه عيد ميلادك يا حبي، شرط اقدم لك هديه عيد ميلادك يا حبي. اطلب ايش ما ردت مني مهجتي وعيني وقلبي، اطلب ايش ما ردت مني مهجتي وعيني وقلبي. قول واتمنى علي شرط اقدم لك هديه، هديه من رياحين وزهور وياسمين وجل نار، من رياحين وزهور وياسمين وجل نار. افرش ارضي بيها تمشي فوق نار تزيد نار، افرش ارضي بيها تمشي فوق نار تزيد نار. قول واتمنى علي شرط اقدم لك هديه، هديه شرط اقدم لك هديه عيد ميلادك يا حبي، شرط اقدم لك هديه عيد ميلادك يا حبي. اطلب وش ما ردت مني مهجتي وعيني وقلبي، اطلب وش ما ردت مني مهجتي وعيني وقلبي. قول واتمنى علي شرط اقدم لك هديه، هديه
لمشرتك ووشرة وبالاكي ومهارة وبالاكي ومهارة لمشرتك ووشرة لمشرتك ووشرة هاشم خديم دايم وتاب فات الوشتاب بصخوته من ناراته نبقى خيرته من ناراته نبقى خيرته على نطير على نطير اترك البرناشوتة دلوي لوي دلوي لوي دلوي لوي 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 شرتك ووشرة لمشرتك
يابا 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 علي اسكب دمع عيني يا يابا يا يابا يا يابا علي اسكب دمع عيني وانغا وشم تراب الطيب واهلها سلام الله على بلادي يابا يا سلام الله سلام الله على بلادي على بلادي سلام الله على بلادي اكرامها الطيبة وحميه يابا 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 هي يا لا تنكرين العرف يا دار يا دار يا دار لو جينا لا تنكرين العرف يا دار لو جينا ترى يا ما قعدنا بدجحنا وغوالينا غوالينا لا 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 أم الخدية الوارد الهلاني أم الخدية الوارد الهلاني الكحل بعيون لتعرف هلاني الكحل بعيون لتعرف هلاني كان لاقي لك ويلف غيراني كان لاقي لك ويلف غيراني انا لقيته خير منك واحسن انا لقيته خير منك واحسن
أميم بقلبي من هواك صبابة، وأنت لها لو تعلمين طبيب. وهل لي نصيب في فؤادك ثابتون، كما لك عندي بالفؤاد نصيب. ولو أنني أستغفر الله ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي وما عجبي موت المحبين بالهوى، وما ولكن بقاء العاشقين عجيب معادين زماني، معادين زماني أم تشوف الراح يابا 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 ويا الزارع البزر القوم
ووالي وفوق الذهب ودق الحديد على الحديد ووالي واسمع له وجرحك يا قلب خزن ولا تسجينا ويا الزارعين بزر ندوش ازرع لنا مرحبا بكم جميعا في هذا الاحتفال البهيج. حقيقة احنا انتظرنا نصفقونا حتى نحكي، لذلك ما صفقتوا. شكرا جزيلا للمايسترو علاء مجيد وأعضاء الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي على هذا الأداء الجميل. أنا نور الماجد وزميلي جبار المشهداني. شكرا نور، شكرا جزيلا لحضوركم اليوم. احتفالية اليوم قبل أن نبدأها أنا وزميلتي نور الماجد اسمحوا لنا أن نرحب بمدن العراق جميعا. تفضلي نور. مرحبا بكم في بغداد السلام، مرحبا بأربيل الحاضرة والمشتاقة، وشكرا لبغداد لأنها الحاضنة. مرحبا بالبصرة الفيحاء، مرحبا بالموصل الحدباء، مرحبا بذي قار المحبة، مرحبا بكركوك التآخي، مرحبا بميسان الخير، مرحبا بكربلاء، مرحبا بواسط العشاق، مرحبا بصلاح الدين مدينة الأحبة، مرحبا بالأنبار بوابة النماء. يا يابا ايش حياكم الأنبار، أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا بالسماوتي، مرحبا بالنجفي مدينة الأوفياء، مرحبا بالسليمانية اللي صاحبة الجمال والهضاب، مرحبا بديوانية المضايف، ومرحبا بدهوك مدينة الأحبة. مرحبا بالجميع في بغداد وبكل العراق. مرحبا ببابل مدينة التاريخ، مرحبا بديالى، مرحبا بكل مدن العراق. وفي العام القادم ربما سيكون الاحتفال في أي مدينة من مدن العراق بمسابقة جوائز مؤسسة راونجا. مرحبا بكم جميعا في بغداد وعلى خشبة المسرح الوطني. طبعا أنا ما أحب الأوراق وما أحب التزم بها، بس يسوي خانقيني منها، كلش ما أحب هاي السالفة، بس راح ألتزم خاطركم. نتشرف بالترحيب بكل الحاضرين
معنا اليوم والذين يشاهدون عبر شاشات التلفاز وعبر منصات التواصل الاجتماعي من على خشبة المسرح الوطني في مدينة الثقافة والسلام ورمز الحضارة بغداد الحبيبة. نبتدئ حفل مسابقة جوائز راونغا لعام 2021. خلينا نسمع أحلى تحية لهذه المنظمة الجميلة وعلى خشبة المسرح في بغداد. أيها الأعزاء، مؤسسة راونغا هي منظمة غير حكومية تعنى بأهم 4 قطاعات عملت على التعليم والشباب والفئات المستضعفة وأيضا البيئة. بالتأكيد الكثير منكم يسأل عن معنى اسم راونغا. هي كلمة كردية معناها باللغة العربية رؤية وبالإنجليزية فيجن. ها هي تفضلي خلصت. مشروع جوائز راونغا يعمل على إظهار وتطوير الشباب، يعني أساس هذه المنظمة هو الشباب اللي حاضرين معانا واللي مالين قاعة المسرح الوطني. ألف تحية لكل الشباب اللي حاضرين معانا واللي شاركوا وما حالفهم الحظ. خليني أسمع لهم تحية. المؤسسة عملت على استقطاب الشباب وأعمارهم ما بين 15 لل 25، وكانت في 10 مجالات مختلفة. المؤسسة انطلقت أعمالها عام 2013، ومنذ العام 2014 ابتدأت بمسابقة جوائز راونغا التي أصبحت جزءاً أساسياً من عمل المنظمة. في هذا العام شاركت 10 مجموعات مختلفة من الشباب في مشروع جوائز راونغا، ومن بين جميع المشاريع المقدمة للمؤسسة في المجالات ال10 تمكن 36 مشارك فقط في الوصول إلى المرحلة النهائية. تحية للمشاركين 36. زميلي جبار المشهداني، مجالات مشاريع أو جوائز راونغا هي كالتالي، خلينا نقراها سوا: ريادة الأعمال، الابتكار العلمي، البرمجة، القصة باللغتين العربية والكردية، والشعر باللغتين العربية والكردية، إضافة إلى الرسم وفن إعادة التدوير والفيلم القصير، إضافة إلى العزف المنفرد والتصوير الفوتوغرافي. المؤسسة راح تقدم جوائز مهمة للفائزين بهذه المسابقة. لا شو قلت نحكي سوا بس كلمة لا واحدة. خلاص. شو القضية؟ يتفضل السيد عبد السلام المدني مدير عام مؤسسة راونغا لإلقاء كلمته. أحسن. لا هيك أحسن. الشباب الأعزاء، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وتشرفنا. أريد أطر لكلمتي اللي راح تكون قصيرة وعدكم بها ب3 أطر أساسية. الإطار واحد هو أن الأمة التي لا تفكر بشبابها هي أمة جاي تخطط للانتحار. نسبة الشباب اللي بعمر وفق وزارة التخطيط 2020 15 إلى 39 سنة، عندي المايك، 15 إلى 39 سنة هم يزيدون على ال 15 مليون ب240 ألف. طبعاً الخريجين عشرات الآلاف كل سنة. هؤلاء ممكن يكونون فرصة وحل لكثير من المجتمعات. في نفس الوقت إذا لم يتم الاهتمام بهم فقد يكونون قنابل موقوتة حقيقة. 2، الإطار الثاني أن السماء لا تمطر حلول. الديمقراطية قد تحتوي نماذج متعددة، بس كلها تتفق على مسألة أساسية، وهي أنه كل فرد، كل مواطن في هذا المجتمع يجب أن يحس ويشعر بالمسؤولية ويشارك حتى يخلق واقع جديد. من بعد نيسان 2003 وفي غفلة تصورنا أنه كل المشكلة مشكلة مختزلة في شخص واحد، إذا زال السماء سوف تمطر حلول. ونسينا أنه تفاعلاتنا هي تعاملاتنا مع بعض، المؤسسات اللي راح نأسسها والسلوكيات اللي راح نتخذها هي اللي راح تخلق واقع جديد
المفروض تخلق مجتمع ينتج حلول، مو مجتمع يخلق مشاكل. الإطار الثالث هو أنه لا يمكنك أن تحل المشكلة بنفس العقلية التي خلقتها، كما يقول العم أينشتاين، اللي بيه شبه من أخ جبار المشهداني. فكانت هناك عقلية معينة تؤمن بس بذاتها وتلغي وتقصي كل الآخرين، ووصلتنا للي جزء منه تاريخ وجزء منه جاي نعيشه. هذه العقلية لن تؤدي أبداً إلى نتائج أخرى مختلفة، راح تعطينا نفس النتائج. فإذا ردنا واقع جديد لازم نغير أنماط تفكيرنا، أنماط تعاملاتنا مع بعض، حتى يصير ذاك العراق اللي احنا نحلم به. من هذه المنطلقات والمبادئ والقيم انطلقت مؤسسة روانغا. وبالمناسبة روانغا تعني الرؤية باللغة الكردية. مدخلنا الأساسي واختارينا التربية كمدخل أساس لأنه يشتغل على إيجاد عقل جديد وشخصية جديدة لواقع جديد وحلم جديد. والتعامل مع الشباب لأن هم مثل ما كلتنا مؤمنين، بس لازم عمليا نشوف ونتعامل إنه هم فعلا قيادات المستقبل وقيادات التغيير. كل مبادراتنا تنصب باتجاه خلق إيجاد إنتاج جيل واعي واثق من نفسه، مبادر، مشارك، يتعاون مع الآخرين، ينطلق من التراث والأصالة، ومؤمن بالمعاصرة وما يتخلف عن معطيات القرن ال21 وال22 وغيرها، فيجمع بين الأصالة والمعاصرة. واحدة من هالمبادرات هي جوائز روانغا، اللي هي باختصار مبادرة منبر حتى الشاب العراقي يكتشف ذاته، يطور من قابلياته، ويعرض مواهبه ومواهبها وقدراته وقدراتها، ونبني جسر بينهم وبين النخب المجتمعية، القيادات الحالية، وممكن حتى تكون فرصة لإبداع أكثر، انطلاق نحو العالمية، وأيضا فرص عمل. الطريقة اللي نتبناها حتعرفوها بعد شوية، ما راح أخوض بتفاصيلها، هواية خلاصتها 10 قطاعات أساسية يعرضون نتاجاتهم، يقدموها لنا لجان مختصة، حكام مختصين موجودين هنا مشكورين، وراح نعرض لكم شوية هم عن كيفية آليات التقييم ومعاييرها. يتم اختيارهم حتى الحكام ما يعرفون من هم يستلمون كودات والمنتج، وعلى أساس يتم اختيار الأول والثاني والثالث. وعلى مسرح في حفل من مثل هذا الحفل اللي احنا بيجون هم مع عوائلهم، ونعرف من الأول من الثاني من الثالث، حتى نركز عليهم ونلقي عليهم الضوء، والمجتمع يبدي يتعرف ويتعارف معهم. وقلنا بقية الأمور همين تمشي لاكتشاف الذات في رحلة الحياة وتحمل مسؤولية الحياة. جوائز روانغا منبر لإعطاء الأمل وإرسال رسالة. الأمل هو أن المتفائلون يصنعون التاريخ. ندب الحظ أو ما نسميه الحظ والانكفاء على الذات ما راح يوصلنا نحو الأمام أبداً. في عانت من اللي عانينا منه ونعاني، وقدرت بإرادة قوية وإدارة جيدة تخلق واقع جديد لنفسها، وانطلقت. المراوحة في نفس المكان وفقط ندب الحظ ما راح يقدمنا نحو الأمام. وفي نفس الوقت هي رسالة. الرسالة هي لا توجد شعوب متقدمة متطورة فطرة وشعوب أخرى متخلفة فطرة، ماكو هذا الشيء. ولكن في شعوب تحب تعيش في وهم الماضي أو مجد الماضي، وتعيش عقدة الضحية، وتتهم الآخرين والمؤامرات أنه هي سبب تخلفها، في حين أكو شعوب أخرى تستفيد من أخطائها وأخطاء الآخرين، وتحاول تنطلق نحو الأمام برؤية واضحة وآليات عمل جديدة تحقق لها رؤيتها اللي هي جاي تحلم بها مع بعض، وتعرف في تحديات والتنمية والتقدم ما لها نهاية، هو جدل مستمر في الحياة. وفي الطريق تنشد ما أنشده أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ختاما أود أن أشكر الشباب اللي وثقوا بينا وقدموا لنا عروضاتهم، أهاليهم اللي ربوا هكذا نخب وهيج مواهب وألهموهم. أشكر
السيد معالي الوزير الكابتن عدنان درجال، وزارة الشباب والثقافة لرعاية هذا الحفل والمساعدات اللي قدموها، وأشكر السادة والسيدات الوزراء اللي موجودين معانا. وأيضا أخص بالذكر السيدة جنين بلاسخارت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. أشكر السيد الدكتور أحمد موسى اللي وفر لنا هذه القاعة وكان متعاون جدا معنا، الأجهزة الأمنية اللي وفرت هذه المساحة حتى نقدر كلتنا نتجمع هنا، الرعاة اللي بدونهم ما كنا حقيقة نقدر ننجز هذا العمل، وهذه هي سنتنا الثامنة بالمناسبة. المؤسسات الإعلامية، الحكام، يقينا ستاف روانغا، المتطوعين، إذا نسيت مجموعة سامحوني. نشكر الجميع وحضوركم أيضا اللي هو تشجيع لهؤلاء الشباب، ونرجو أنه يستمر. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، وأرجو أن تقضوا وقتا ممتعا. احنا بدورنا ايضا نشكر المدير العام لمنظمة او لمؤسسة روانغا الاستاذ عبد السلام مدني، ونشكر جميع الرعاة لهذا الحفل وجميع الاعلاميين المساندين لهذه الحفل، والجميع موجود على منصات رونالغا أو موجودة بالمؤسسة من ناحية الرعاة وجميع الشركات. الآن هذه المنظمة عملت في 4 قطاعات مهمة. قبل شوية قلنا التربية، التعليم، والشباب، والفئات المستضعفة، والبيئة. راح نشاهد احنا وياكم فيديو عن عمل المؤسسة وقت ممتع. رونالغا. طبعا مسابقة جوائز روانغا لعام 2021 بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. شكرا لمعالي الوزير سيد عدنان درجال على هذا التعاون، شكرا جزيلا. شو ما حصفك ليش منقضي؟ معودين وزارة لسه ترى ما لها علاقة النتائج. أقامت مؤسسة هلو كابتن، أقامت مؤسسة راونغا حفل توزيع جوائز راونغا للمرة الأولى في عام 2014 في مدينة أربيل. بعد ذلك انتقلت إلى السليمانية. عام 2014 أقامت الحفل في أربيل، بعد ذلك في سليمانية، ثم في دهوك. بالأعوام اللي تلتها كانت كل احتفالات الجائزة راونغا جوائز راونغا في أربيل. هذا العام قررت المؤسسة أن تنقل الحفل إلى بغداد، والسبب هو لأن هذه المسابقة هي أصبحت على مستوى العراق، والدليل أنه بغداد تحتضن هذا الحفل على خشبة المسرح الوطني.
تم استلام أعمال الشباب من جميع محافظات العراق بتاريخ من 14/4/2021 لغاية 14/8/2021، حيث وصل مجموع الأعمال المقدمة 716 من قبل 407 مشاركين و309 من المشاركات. طبعا هذا العدد الكبير بذاته يعني نجاح للمنظمة المؤسسة ونجاح للشباب بحد ذاته. هذا نجاح ألف مبارك لجميع الشباب. الآن وصلنا وياكم للإعلان عن الثلاث مرشحين في مجال التصوير الفوتوغرافي. هذه لحظات اللي ينتظرها المشاركون وأيضا الحضور وأيضا من يشاهدنا عبر منصات التواصل والقنوات الإعلامية. المرشح الأول هو آراس محمود من محافظة أربيل. آراس عمره 22 سنة. العمل اللي قدم آراس هو لأجمل بحيرة في أربيل وهي بحيرة فيلاو. المرشح الثاني علي محمد كاظم. وين علي؟ دقوم موقف خلي يصفقوا لك خلي يفتش. علي محمد كاظم، مرحبا يا علي. من مواليد 1997 من مدينة كربلاء المقدسة. قدم عملا باسم سرعة الزمن، وفكرة العمل أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك بعد ما تلحق. يلا. أما المرشح الثالث فهو حيدر محمد من محافظة ميسان. عمره 23 سنة. العمل اللي قدمه حيدر محمد من ميسان هو باسم الإنسان في معامل الطابوق، أي الإنسان والصناعة. الآن يتفضل مشكورا المهندس الأستاذ علاء معن أمين بغداد للإعلان عن الفائز الأول في مجال التصوير الفوتوغرافي من على خشبة المسرح. أستاذ علاء مجاي. العفو أستاذ، أتوقعك مني أنا. أهلا. أهلا. مرحبا، شلونك؟ أنا أول مرة ألتقي بأمين حلو هيجي. أشكرك شكرا جزيلا. تفضل. تفضل. الخيرات. الحقيقة أنا سعيد جدا أنه أكون في أوزع جائزة التصوير الفوتوغرافي. صاحب مهنة العمارة لن يكون معمارا ناجحا إن لم يكن مصورا بارعا أو متذوقا للتصوير. فرح نعلن الفائز الأول. بسرعة راح تعلنها سيدي الأمير. وين علي؟ هلا. الفائز الأول في مجال التصوير الفوتوغرافي هو حيدر محمد. ألف ألف مبارك لصاحب الصورة في معامل الطابوق حيدر محمد من محافظة ميسان. جزيلا للسيد أمين بغداد المعماري المهندس المعماري علاء معن. شكرا لحضرتك. شكرا. ألف مبارك حيدر. خلينا نسألك سؤال حيدر. تجي يمنا حيدر. أستاذ جبار، حيدر شنو راح تشكل لك هذه الجائزة بالمستقبل؟ الجمهور هناك من مايك. اي هذه الجائزة راح تشكل بداية لانطلاق يعني الروح الشبابية لأجل صنع عراق أفضل، وهذه إن شاء الله تكون بداية، وإن شاء الله تكون بداية إن شاء الله تكون بداية لروح الشباب، وأهدي فوزي إلى المتسابق الثاني والثالث، وهذه أمنيتي إنه كان هم يكونون بدالي.
شكرا جزيلا. شكرا يا حيدر. شكرا لك حيدر، أكيد هم فائزين أيضا. نعم كل فائز إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا. تفضل. أستاذ جبار، ظل عندنا نعلن الفائز الثاني والثالث. إيه. أنت تختار من حقك إنه تعلن الثانية والثالث. أعلنت واحد، الثاني حيبين. واستاذ جبار كان عنده مشكله كبيره، هم زين واحد من الاخوان جا ساعد قال لي بس ما راح اقولها شنو. المهم الفائز بالجائزه الثانيه هو، لو هي اعتقد هو آراس محمود. ألف مبارك للفائز الثاني آراس محمود. إذن الفائز الثالث هو علي محمد. الآن ننتقل للإعلان عن المرشحين الثلاث في مجال فن إعادة التدوير. المرشح الأول فردوس علي، 25 سنة، من محافظة أربيل. قدمت عملا باسم معزوفة الأمل، أن نتوقع الأمل في أصعب لحظات الحياة. المرشح الثاني أيضا من محافظة ميسان، كرار جبر، عمره جبار 23 سنة. كرار قدم لنا عمل حول سيارة عسكرية، حاول يجمع أجزائها وطلع لنا هذا الشكل الجميل. المرشح الثالث محمود حيدر. وين محمود؟ محمود حيدر. محمود تقوم يدوقف، أنا ما دا أشوفك. محمود حيدر من محافظة أربيل، قدم عملا باسم تعقيد. لهذا ما وقفت أنت. أوكي. الحياة وتعقيدات الفكر والجسد والهدف، هذا هو العمل. إذا تم الإعلان عن الثلاث مرشحين في فن إعادة التدوير. يتفضل إلى خشبة المسرح الوطني الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة للإعلان عن الفائز الأول. أول شيء أنا أعرف أنه أنتم الكل زعلانين اليوم، حزنانين على نتيجة المنتخب. لا ما وأني ترى حزنان مثلكم أو أكثر من عندكم، لكن أرجو أنه تتقبلون اعتذارنا عن النتيجة اللي حصلت، وإن شاء الله يعني إحنا في مرحلة جديدة، في مرحلة بناء منتخب عراقي يمثل العراق بشكل الحقيقي إن شاء الله في المستقبل القريب، فتحملونا شوية. شكرا جزيلا. الفائزة الأولى أو الفائز الأول في مجال فن إعادة التدوير هو أو هي فردوس علي. ألف مبارك. شكرا جزيلا للكابتن عدنان درجال. ونستمع إلى كلمة من الفائزة فردوس. تفضلي. خلينا نسألها سؤال فردوس. خلي تقول أي كلمة للجمهور. يلا تفضل. مايك. أنا بس أحب أنوه، إحنا عندنا ترجمة للغة العربية وأيضا من العربية للكردية، وموجودة أجهزة الترجمة. پێشەکی دەمەوێت سوپاسی خودای گەورە بکەم چون هێزی ئەوە لێرەم و دواتر بە تایبەت خەڵاتە ڕوانگە فاوندیشن و خێزانەکەم و تەواوی ئەوانەی ئەمڕۆیان دروست کرد
بەرهەمەکەم بەناوی ژەنینی هیوایەکە بۆ ژیان ئێمە دەتوانین لە سەختترین کاتەکانی ژیاندا هیوا بڕوێنین هەروەک چۆن لەو کەرستانەیەکەوە پێشبینی دەکەین وا هەزر دەکەین بە کەڵکی ژیانیان بەڵام جوانترین هەوڵم داوە کە جوانترین پەیام بگێنم وە لە کۆتاییدا ینی پیرۆزبایی لە دووەم و سێمیش دەکەم چون ئامادەبوونمان لێرە گەورەترین دەستکەوتە بۆ هەر یەکێکمان چونکە هەوڵمان دواوە جوانترین پێشکەش بکەین سوپاس بۆ هەر یەکێکتان شكرا فردوس شكرا جزيلا. راح نعلن الفائز الثاني خليني اخذ هذا الشرف. تفضلي. الفائز الثاني في هذا المجال هو محمود حيدر. أما الفائز الثالث فهو كرار جابر. تحية وتصفيق للفائز الثالث. ألف مبارك. ننتقل مع حضراتكم إلى إعلان المرشحين الثلاث في مجال الرسم. المرشح الأول أو المرشحة الأولى هي ريم زكي من محافظة البصرة، عمرها 21 سنة. ريم أيضا قدمت لنا عمل اسمه قيود، معاناة المرأة نفسيا وجسديا. أما المرشح الثاني فهو علي خالد من الأنبار، صاحب 25 عام. يا بوش حياك يا علي، يا أهلا وسهلا بعلي. علي قدم لوحة بعنوان خيوط متشابكة، لوحة بالمسامير والخيوط مرسومة بأسلوب بيتروس لتجسيد الإعلامية ميس عنبر. هذه هي اللوحة. أما المرشحة الثالثة فهي باداشت خليل، عمرها 22 سنة من محافظة السليمانية. العمل اللي قدمته باداشت هو لوحة أجنحة فتاة، يعني الفن هو لمواساة أولئك الذين كسرتهم الحياة. تتفضل مشكورة السيدة جنين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لتقديم والإعلان عن فائز الأول في مجال الرسم. أهلا أهلا بالخالة العزيزة، تفضلي. قلت لازم أشرحها لك بعدين. Okay, now the first place winner for the drawing Sorry. category Okay. is a he or a she. Her name is Reem Saki. شكرا لممثلة الأمم المتحدة، شكرا جزيلا. ألف مبارك ريم. شكرا. ليش التعقيد باللوحة؟ تعقيد؟ بالعكس اللوحة كلش بسيطة. ليش اختاريتي التعقيد والمعاناة؟ القيود عنوانها القيود، لأن المرأة بمجتمعنا كلش مقيدة من الناحية النفسية والجسدية وكل شيء. تفضلي ويا الجمهور تحدثي لهم عن لوحتك، تفضلي. اختاريت عنوان قيود واللي يوصف تقييد المجتمع للمرأة. وأحب أشكر طبعا منظمة روانجا وجمعية الفردوس العراقية لترشيح هاي الجائزة. كل الشكرا. شكرا لك. مبارك لك الجائزة، وأكيد ألف تحية للعائلة ولكل من شجعها. أنا وياك نعلن جائزة الفائز الثاني والثالث. شو تحب تعلن أستاذ جبار؟ الفائز بالجائزة الثانية هو علي خالد. إذن الجائزة الثالثة راحت إلى باداشت. الآن وصلنا إلى مرحلة الإعلان عن المرشحين الثلاث في مجال العزف الموسيقي المنفرد. المرشح الأول هو
دانا هوجر أبو بكر 21 سنة من أربيل. أهلا دانا. معزوفته بعنوان أيلاجين، إحياء لمعزوفة الفنان الكردي الكبير حسن زيرك من أغنية أيلاجين، نستمع لها سوية. ننتقل وإياكم إلى المرشح الثاني من السليمانية، وهو روجيار لقمان، عمره 16 سنة. العمل اللي قدمه روزيار هو بعنوان تانجو إن سكاي. خلينا نستمع معه. المرشحة الثالثة هي بارين أردلان عين الدين. تحية لبارين. قدمت معزوفتها بعنوان جارداس، واحدة من أهم المقطوعات الموسيقية في التاريخ الموسيقى الإيطالية، نستمع سوية. الآن يتفضل المايسترو العالمي الدكتور علاء مجيد للإعلان عن الفائز الأول بهذا المجال. مساء الخير جميعا. أولا سعادتي كبيرة أن أقف أمامكم وأن نشارك اليوم هذا الاحتفال الكبير والبهي، وخاصة مشاركتنا المتواضعة مع الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي التابعة إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
الشيء الآخر أهنئ منظمة روانغا على هذا التنظيم البهي والجميل، وشكرا على هذا الحضور الجميل الرائع والراقي، وشكرا أيضا للكابتن عدنان الذي شرفنا هذا اليوم. اسمحوا لي أن أقدم الفائز أو الفائزة في مجال العزف المنفرد. سيكون من حصة الفائزة بارين أرولا. مبروك. مبارك. بارلين 15 سنة حصلتي على جائزة، تفضلي إذا عندك كلمة للجمهور للأهل تفضلي. سرتامه سپاسی روانگە بکەم کە ئەم هەلی بۆ گەنجان ڕەساندووە. مامێ زۆر سپاسی مامۆستاکەم مامۆستا شەهرام بکەم لە بەروی بێمنەوە تایم کەم ئەم ئەستەوە سپاسی خێزانەکە بکەم و پیرۆزبای لە هەموو براوەکانی روانگەکەم. شكرا جزيلا. اسمحوا لي أنا باعتباري منذ سنتين أعيش في أربيل أقدر أترجم اللي قالته الفائزة. هي شكرة المنظمة وشكرة حضوركم، وأهدت فوزها إلى جميع المشاركين. الفائز بالجائزة الثانية هو شو تتوقعون؟ روجيار أو دانار؟ بعدنا توقع. شو تقول أنت أستاذ جبار؟ يا بدقرية معودة طلعت قلوب العالم دقرية. الفائز بالجائزة الثانية هو دانار هوكر. دانار. أما الفائز بالجائزة الثالثة فهو روجيار لقمان. تحية إلى روجيار. الآن قبل فقرة الفنان مصطفى العبد الله تتفضل لجنة التحكيم مشكورة على خشبة المسرح. تحية كبيرة للجنة التحكيم جوائز روانغا. المعايير اللي حطيناها هذه السنة لجوائز روانغا في مجال ريادة الأعمال تراوحت بين المشكلة اللي يحاول المشروع يحلها وطبيعة الحل اللي موجود في المشروع، مميزاته عن المشاريع الأخرى اللي تقدم حلول لنفس المشكلة. وركان بريتيبون لويتا تحدك أو مغلن بروجانا يعني بروبوزالانا كتقديم كراون يونيكن يعني وتا كاربا جنجاني تر بغلن ريبا جنجاني تر ددن ويشتي مماثل بكن يعني انوفيشن بكن لو بوراني كهي يعني. موضوع معايير من قبل لجنة التحكيم تتضمن حول فكرة القصة، الحبكة والسرد، وحدة الموضوع، المقدمة وربطها بالخاتمة، الرسائل الرمزية، اللغة العربية وقواعد النحو، علامات الترقيم. خصائص القصة بما فيها ابتداء من العنوان كأيقونة للدخول، ثم الاستهلال، ثم وظيفة الحوار، ثم وظيفة الوصف، ثم مناطق التثوير داخل جسد النص القصصي، وبعد ذلك الالتفات إلى صياغة الخاتمة بالنسبة إلى القصة.
بەو پێوەریکە ئەو کەسانی کە پرۆژەکانیان پێشکەش کرد لە تەمەنێکی کەما بوون ئەمە مانای ئەوەیە کە ئێمە گەنجەکانمان داهاتوویکی ڕۆشنیان هەیە لەبەرەوەی کە چەندین ساڵی تریان لە بەردەمایەت و ئەتوانن گەشە بە تواناکانی خۆیان بن لەبەرەوە من گەشتبین بووم لەوەی کە ئەو پرۆژانە بینی هەستەکەم کە ئێمە لە وڵاتە خەڵکانێکی زۆر باشمانە بێت و دەوڵەمەنە بین لەو جۆرە کەسانە. The projects we have received for this year's Rawanga Awards been covering various areas. People have chosen a bit from social media, a bit for education, and gaming, and some other projects. الخمس معايير تعتمد عليها تقييم العمل الفني: المعيار الرسالي، المعيار الفني، المعيار البيئي، المعيار الثقافي، والمعيار الجمالي. لراسيا شن بيوري كبوك دان رابوي جغلوانا بيوري هنري بو كآية أما هتا شن مثلا تواني وتينا مكي بقينه و أو هنري وجوانكارية شيء كبيشكشي كردو لبروجكايا. پێوەرانی کە ئێمە لە لیژنەکە داماننا بۆ هەڵسەنگاندنی چیرۆکەکان کۆمەڵێک پێوەر بوو لەوانە تەکنیک، جێڕانەوە، زمان، ڕێنووس و خاڵبەندی و شێوازی جێڕانەوەکە زۆرتر ئێمە لەسەر بنەمای ئەو خاڵانە هەڵسەنگاندنمان بۆ چیرۆکەکان کرد. پرۆژە خەلاتی ڕەوانگە ڕاستی پاڵدانێکە پاڵپشتێکە بۆ گەنجا ئەدبوارین جیاجادا وەکی ئەمزانین چۆرۆکە هوەرە وێنە کێشانە حتا دوماهیە ئەف پرۆژە و هیڤیتین و بەردەوام بیتن پاشە ڕۆژدا بۆ ساڵێن بێت یعنی ئەڤە دێ وەل گەنجاکەتن و پتر خۆ پاڤژ نەڤان بوارین جدا جدا. اعتمدنا في تقييم النصوص الشعرية على معايير هي تستخدم بشكل عام لتقييم أي نص شعري في العالم، وهي أولا معيار الشعرية ومقدار ما يمتلكه هذا النص من جهد فني وانزياح وصور شعرية، وأيضا معيار اللغة والإملاء والعروض فيما يخص النصوص الموزونة، وأخيرا ليس آخرا المحتوى الثقافي والمسج الثقافي. رسالتي للشباب الفائز والذين لم يفوزوا أن لا يأخذهم الغرور بما حصلوا عليه، وأن يكون أكثر وعيا ومسؤولية في أن يتثقف أكثر، يقرأ أكثر، يتراكم لديه الوعي والمعرفة والثقافة. المعايير اللي اعتمدنا عليها باختيارنا للفائزين اعتمدت على بالدرجة الأساس على التكنيك، قوة التكنيك اللي اشتغلوا عليه الشباب، بالإضافة إلى جمالية العمل ككل، وآخر شيء الموضوع. وكان موضوع التكنيك والموضوع صراحة أهم شيء باختيارنا للوحات بكل الأعمال. لواروكا برنامج تابلوی وانا راستي يعني جلك جريداي آفرتي بون زوربي وانا كام آريشت آفرتي چنه نساخيت أو دين آفرتي. كانت تشتمل على الفكرة الموسيقية، وهذه هي أهم ما يميز العمل الفائز، كذلك التكنيك وإضافة إلى الشجن المستخدم وروحية العازف في إظهار إمكانياته من حيث الأداء المهاري على العزف بهذه الآلة. أواني كاستباجداري دكن للرنجي زياوازن لآني زياوازن لنتوي زياوازن بلام هميان لسر يك ستيج دادا بزن بيكوا نمونيشي زوان دبن بو عراق وبو كردستان. أوش پیامش باش تداك للرير روانجوا پیامی یک رزی پیامی خوشویست نوان کاملگا بلاغته. التقييم استند على مجموعة معايير من ضمنها طبعا الأساسيات اللي تكون أي فيلم سينمائي: الإضاءة، الديكور، الإخراج، الصوت، طريقة التمثيل وطريقة إدارة الممثل وغيرها أكيد من التفاصيل يعني اللي تخص أي عمل فني. دەستپێکات بێژن دەستخۆش بوان هەرچی کەسین کو خەڵات برین خەڵاتی ئیکێ دوێسیە هەویدارم جوانە پتر خۆماندی بکەن و جارابێن فیلمین باشتر و بەردەوام بن
ومرود زانه جهه تليفون تان كو اف جانجت هنا دا فيلم تشيكرين مرود شيت بيشتن ابا كو برف باشاروجا كاباش بو سينماي هيا بردوام ام دشين بيجن بترش استكي البردستي ما بون هلبست بشيدارا هبون ناود لاواس هبون باش هبون ناوند هبون زور باش هبون آياب اللي تشتي كوجي جشبينية دوی تمنی دا ما اف گنج هبن اف شانت نویسینا هلبستی هبن مزگینی که خوشی بخش بو جواکی کردستانی کو ام بشین بیجن هندک هلبسوانی نو بریونا همو فيزيفالك اكري خوي لخودي خويا يارمتي دربو گنجان چونکە گەنج ئەگەر ئێمە دەستیان نەگرین هانیان نەین پێم وایە خۆی لە خودی خۆیە ئەم جۆرە فیزیڤالانە کارەکاتە سەر گەنج زیاتر ئاوڕ لە ئەدەبی کوردی بنەوە زیاتر بخوێننەوە زیاتر هەوڵ بن من ڕێزێکی بێپایانم بۆ ڕێزیڤاڵی ڕوانگە هەیە چونکە ئەتوانێ گەنج ئاشت کاتەوە لەگەڵ شیعرە لەگەڵ هونەرە لەگەڵ ئەدەبە لە ناو فۆتۆگرافیا کۆمەڵی پێوەەر هەیە کە تۆ توانی دەستنیشانێکی فۆتۆی باشیان باش نییە یەکێ لەوانە تەکوینی فۆتۆکەیە و لایتینی فۆتۆکەیە و مۆزوعی ناو فۆتۆکە کە زۆر جارەوە نیە لە کەم فۆتۆ ئەم شتای بینی لەوانی کەم ڕۆ ئێمە بینیمان چەند فۆتۆیەکی تیا بوو کە بەڕاستی فۆتۆی زۆر باشن و توانین ئەوانەوە بکرێن بە فۆتۆیەک هەسکێک کەم کەسێک هەمیشەی کردووە فۆتۆ ئەبێ بە فۆتۆگرافەرێکی باش. نبدي الكل فائز أنا أعتبره كل من اشترك هو فائز اللي ما فاز وترشحت صورته عليه أن يعمل أكثر يشوف شنو الأخطاء اللي كانت موجودة في الصور مالته حتى إن شاء الله مستقبلا يقدم أعمال تنجح أكثر. المصورين الفائزين أتمنى لهم التطوير أكثر في عملهم يقدمون إنتاج أكثر والإبداع أكثر. ئەو پێوەرانەی کە بەکارمان هێنا بۆ هەڵسانگرتنی ئەم پرۆژانە ئەوەنە بریتە لە یەکەم سەیری فکرەکەمان دەکرد کە ئایا ئەو فکرە تازەیە ریپیت کراوە دووبارە کراوە ئایا ئەم پرۆژە پراکتیکەڵە یعنی ئەتوانن بەکاربێنن لە ژیانی ئەتیادیە. ئەمساڵ ئاستی بەرەمەکان زۆر پێشکەوتوتر بوون لە ساڵانی تر تایبەت لە ناحیەی پراکتیکی یعنی بەرهەمەکە دەتوانین بڵێن بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ گرێدای بوو بە ژیانی ڕۆژانە لەناو جڤاتدا. جوائز روانگا ارسم مستقبلا. حقيقة كل شخص بينا عنده بداية لمستقبله، والمؤسسة اليوم وضعت حجر الأساس أو الخطوة الأولى لعدد كبير من الشباب، فنرسم مستقبلنا هي الخطوة الأولى، بعدين نمشي على هذا الرسم حتى نوصل للهدف. فشكرا للجان وشكرا للمحكمين في هذه المسابقة. الآن ننتقل للإعلان عن المرشحين الثلاثة في مجال القصة القصيرة الكردية. المرشح الأول أو المرشحة الأولى هي نازيلة بيشرو. نازيلة من محافظة السليمانية، عمرها 22 سنة. نازيلة قدمت عنوان أو قصة لا أريد أن أكون هو بعد الآن عن سرطان الثدي. چیتر نامەوێت ئەو بم. ئێوارەی و دیلان بەناو کۆڵانەکاندا دەڕوات. مناڵەکانی گەڕەکی دیلان لە دەرەوەن و یاری دەکەن. کوڕەکان یاری دووگۆڵی دەکەن و کچەکانیش خەتخەتێن دەکەن. کوڕەکان تۆپەکە هەڵدەدەن بۆ بەرپەی دیلان. کوڕەکان هەڵیە کاک دیلان بۆمان هەڵڵەرەوە. دیلانی شەقێکی هێواشی لێ دەدات و تۆپەکە بە خواری دەڕوات. بەناو کوڕەکاندا دەڕوات و کوڕەکان پێی پێدەکەن و دەگاتە کچەکان. بەسەر خەتەکاندا باس هەڵدەدات و خەتخەتێن دەکات و زۆر بەباشی لێ دەزانێت.
کچەکان دەست دەکەن بە هاوار و چەپڵە لێدان و باوەشی پێدا دەکەن. کچەکان بژی کاک دیلان، دیلانیش باوەشیان پێدا دەکات. ژنێک لە ماڵێک دێتە دەرەوە و هاوار دەکات. ژنەکە وەرنە ئەم لاوە کچێ باوەش مەکەن بەو کوڕەیە. المرشح الثاني هو عثمان حسين يوسف. تحية لعثمان. عثمان قدم قصة قصيرة بعنوان فأر، ارتكاب الأعمال الخاطئة من أجل الأسرة. گەلی بەڕێزان، پشتی چەندین واواردن و جوداکردنان و بەرێ خوددانا هەمی لایەنên پۆزەتیف و نەگەتیف و دگەل بەرجافەرگرتنا هەمی بەرژەوەندیên مەمشکان ئەلدۆماهیە ئەم گەشتینە ئەنجامێکی ئۆنۆکە دەوی ئەنجامی بڕیار بەبێژین کوێدی بۆ بدیماهی ئینانا دژمناتیا دیر و درێژ یاکۆ دناوبەرامە و پشیکا درندەدا و ڕاگرتنا وێ خرابیا بە چەندەها ساڵانە کو ئەم بەسەرێ ئابوورێ مرۆڤان تینین ji pêxemet birêvebirina jiyara xwe me bi fer dît ku em evî cihî bicihbêlîn û berev cihekê dîr ji her çavekî biçîn da ku em ziyanê pêşkêşî çi kesan nekeyn û êdî em bi xwe fêrî rêvebirina jiyana xwe bibîn ji bîr nekin ev e yasa ye yê bivêt bila digel bît û xwe il bin sîbera vê yasayê aram ket her wesan yê digel nebît tiştekê normal e yasa her yasa ye. أما المرشح الثالث هي بانا محمود. بانا من محافظة أربيل، عمرها بانا 19 سنة وأكيد حاضرة معانا. بانا قدمت قصة بعنوان الشؤم الذهبي، حضور إلى دار الأيتام، معايشة البؤس وجحيم اليتيم. بدبختي زێڕین ئیلیانورە سەختترین ڕۆژەکانی ژیانی لە خانەی بێسەرپەرشتەران بەسەر بردبوو، بەڵام کۆسپەکانی ژیان بڕیاریدا لەوە سەختتر بێ. پێم بڵێ شوێنێک تا چ سنوورێک دەکرێت تۆقێنەر بێت لەسەر زەوی ئادەمیزاددا، بۆنی خوێنی تازە وەک ڕەشەبە ئەدا لە هەناسەت ڕاستە و خۆ تووشی سەر ئێشت دەکات. هاوار و قیژەی مرۆڤ لە داوای مەرگدان بەرگەی چقۆ ناگرن دۆزەخی سەرزەوی، بەڵام بۆ ئیبلیس نییە، بۆ مرۆڤی بێدەسەڵاتە. يتفضل الأستاذ فارس عيسى وزير حكومة إقليم كردستان في بغداد للإعلان عن الفائز الأول في مجال القصة القصيرة باللغة الكردية. مرحبا. أسعد الله مساءكم إورة باش. من جد وجد ومن زرع حصد. الحياة برغم من الصعوبات والتعقيدات فلا يوجد مستحيل أمام الشباب إذا كانت الثقة موجودة والهدف. برامبر گنجی اگر باوری هبت گنجی متمان نبقى بتن بو هر آرمان جاكي تصور ناكم هيج رجري هبتن. الفائزة أو الفائز الأول للحصول على الجائزة الأولى القصة القصيرة الكردية سركبتوي إيكيل سر دسبينان الجائزة كورتاتشيروكا كردي إيكش بان هرسيانة 1 من 3. الفائزة بانا محمود. مبروك فيروزة. ألف مبارك. شكرا جزيلا للسيد فارس عيسى وزير حكومة إقليم كردستان في بغداد. الآن الكلمة إلى الفائزة. سرەتا سوپاسی دەستگای ڕوانگە دەکەم بۆ دروستکردنی ئەمڕۆ، هەروەها بەخێراتنی میوانە بەڕێزەکان دەکەم و سوپاسی دایک و باوکم دکتۆر مەحموود و دکتۆرە مەهناز ئەوەیان سەرکەوتنی ئێوەیە. مبروك مبروك مبروك. أما الفائز الثاني، شكرا جزيلا، تفضل، فهو
عثمان حسين. إذن الفائزة الثالثة هي نازلة بشرو. ألف ألف مبارك. سننتقل الآن للإعلان عن المرشحين الثلاث في مجال القصة القصيرة باللغة العربية. المرشح الأول هي حراء موسى، 18 سنة، من محافظة ديالى. قصتها بعنوان خلف الباب المغلق، تراجيديا طفلة يتيمة إبان احتلال الموصل. دلو ممتلئ. قال: هل أستطيع مساعدتك؟ قلت له: لا، وهل بقي شيء لكي تساعدني؟ قال: لا أفهمك، هل حدث أمر ما؟ قلت له: ألم تعلم ماذا حصل؟ إن النهر قد جف. قال: أتستهزئ بي؟ كيف للنهر أن يجف وكانت الأمطار غزيرة هذه السنة؟ قلت: أدري جيدا يا بني، ولكن حدث ما حدث. بينما هو ينظر إلي بوجهه المتعجب، ركض مسرعا نحو النهر. بعد دقائق قليلة أتى غاضبا محمر الوجه ودلوه مملوء بالماء. وضع دلوه على الأرض بقوة وقال: ألا تخجل من الكذب يا سيد؟ أنت رجل كبير. المرشح الثاني. أما المرشحة الثانية هي أنات ضرغام عبد الحميد من الموصل. مرحبا أنات. خلينا نشوفها أنات. أنات قدمت عمل باسم المحطة الأخيرة، فلسفة القطار في دوران الحياة، معالجة العنصرية والطبقية. المحطة الأخيرة. جلست بتحفظ بجانب شاب أبيض آخر، حيث سألني ببرود: عن ماذا تبحث؟ عن رجل سرق علبة سجائري الوحيدة. قهقه ضاحكا، وبحركة مباغتة منه أخرج مشطا وبدأ بتسريح شعره الأشقر. فجأة صرخ الزنجي عليه وشفته ترتعش غضبا: تبا لك، أنتم البيض لستم أسياد الكون. المرشح الثالث هي سيلاف حسن محمد، قد 20 سنة، من دهوك. قدمت عملا بعنوان دلو ممتلئ. إذا كان لديك هدف اعمل للوصول إليه. خلف الباب المغلق. الجولة قد بدأت، والباب المغلق سيغلق. في حينا القديم لم يكن هنالك رجال يشبهوه أو آباء بمثل غضبه. لطالما تمنيت أن يكون لي يتمي أب، لكن يا ترى هل حينما دعوت للرب بأن يبعث لي أبا أخطأت الملائكة وجلبت رجلا آخر غير الذي تمنيت؟ كنت متيقنة من ذلك، فمحال كثيرا أن تمنيت مثله والدا. إذن أعلنا عن الثلاث مرشحين بجوائز القصة القصيرة باللغة العربية. تتفضل الآن الكاتبة والروائية الأستاذة عالية طالب للإعلان عن الفائز الأول في القصة القصيرة باللغة العربية. هلا أستاذ عالية. أهلا وسهلا. هلا أستاذ عالية، شلونك؟ شلون صرتي؟ السلام عليكم. سعيدة بوجودي بين زهرات المستقبل العراقي، الجيل الشاب الصاعد. تمنيات دائما التميز لكل الأجيال المميزة. الفائزة الأولى في مجال القصة القصيرة العربية، من تتوقعون؟ كلهم فائزون بالتأكيد، مجرد المشاركة هي فوز. لكن من أخذت الفوز بالمرتبة الأولى أنات ضرغام. ألف ألف مبارك أنات. شكرا جزيلا استاذ عالية.
شكرا لحضورك. أنات، ليش المحطة الأخيرة؟ المحطة الأخيرة لأن البشر جميعهم قد علقوا تحت عجلة الحياة السريعة، لهذا فهي رسالة إلى كل من علق تحت عجلة الحياة السريعة، إلى كل من علق تحت الروتين هذا، فلنحيا بأرواحنا لا بأجسادنا، لأن قطار الحياة سريع جدا وقد نلقى خارجه في أي لحظة لندفن مع القليل من الذكريات الجميلة. شكرا زين. شكرا شكرا أنات، شكرا للموصل الجميلة. شكرا. الله ايش قد مليحة أنت، الله يحفظك. ننتقل للإعلان عن الفائز الثاني بالقصة القصيرة، وراح اللقب إلى سلاف حسن. المتسابقة حراء موسى حازت على المركز الثالث، تحية كبيرة لحراء. ألف مبارك هذا الفوز. الآن ننتقل للإعلان عن المرشحين الثلاثة في مجال ريادة الأعمال. المرشحة الأولى هي هدى حسين من محافظة أربيل. هدى حسن. هدى حسن من محافظة أربيل، 23 سنة. ناس يحيوك. عافية بهدى. العمل اللي قدمته هدى هو ماركة كردية اسمها جامانا، تجمع الثقافة الكردية التقليدية مع الموضة العصرية. المرشحة الثانية هي شيوة أبو بكر علي من السليمانية، تبلغ من العمر 25 سنة. قدمت مشروع يعمل على توفير المنتجات المحلية وفرص عمل للشباب. أما المرشح الثالث فهو أمير ستار. خلينا نشوفك أمير. أمير من محافظة السليمانية وعمره 24 سنة. أمير اشتغل على المشروع إلكترونياً وقدر ينشر الكثير من الفيديوهات حول هذا النشاط. إذن يتفضل الصديق الدكتور المخرج المسرحي أحمد حسن موسى مدير عام دائرة السينما والمسرح للإعلان عن اسم الفائز الأول في مجال ريادة الأعمال. أهلا دكتور. لا هيك لازم مساء الجمال السيدات السادة. طبعا المسرح الوطني منور، واحدة من الأشياء اللي نتحدث عنها اليوم حقيقة كمدير عام دائرة السينما مسرح، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لروانجا، ليست فقط على هذه الفعالية، على هذا التكريم، على هذا الدعم للشباب، لكن الآن قدموا للمسرح الوطني كل هذا الجمال اللي تشوفوه بمحبة عالية. قدموا جمال الوطني ودخلت كردستان إلى المسرح الوطني، فمرحبا بكردستان. شكرا روانجا. الآن أكيد راح يبدأ القلق، بس قبل ما يبدأ القلق قضية كلش مهمة للشباب أقولها. مو شرط أنه تكون أنت الفائز الأول أو الثاني، يكفيك أنه دخلت المنافسة. هذه الحياة هي عبارة عن درب الألف ميل، تبدأ بخطوة، فخطوة بعد خطوة. وبارك للجميع طبعا. طبعا لازم موسيقى وضربات قلب وقلق. الفائز الأول في مجال ريادة الأعمال هو أو الفائزة في الأولى في مجال ريادة الأعمال هي أو هي. منو هو؟ منو هي؟ الجميل أمير ستار. مبروك. ألف مبروك. أمير من محافظة السليمانية. ألف مبارك. شكرا جزيلا للدكتور أحمد حسن مدير عام دائرة السينما والمسرح. الكلمة لك أمير. زۆر سپاس ئەەکەم. سپاس بۆ دەستگای ڕوانگە
کە ئەم دەرفەتەی پێداین کە توانایەکی زیاترمان ببدات. ئێمە وەکو تی ئەکادیمیا پرۆژەیەکمان هەبوو، سپاس بۆخوا تا ئێستا لە ماوەیەکی زۆر کەمدا هەلی کارمان بۆ 50 کەس ڕەخساندووە. کامە من کە چەندێک ئەم پرۆژمان بەرەو پێش بردووە، ئامانجمان ئەوەیە بە بۆنەی ئەم دەرفەتە و ئەم خەڵاتەوە بەرەو پێچوونێکی زیاتر بدەین بۆ ئامانجانەی کە ئەمانوێت بەدەستی بهێنین. شكرا أمير جزيلا بالتوفيق. توفيق. إذا وصلنا للإعلان عن الفائز الثاني والثالث. الفائز الثاني راح يعلن الأستاذ جبار جود. الفائز الثاني هو أو هي هدى حسن. تحية لهدى. إذا الفائزة الثالثة هي شيوى أبو بكر. ألف مبارك. إذا الإعلان عن المرشحين الثلاث في مجال الفيلم القصير. المرشح الأول هي صفا محمد من مدينة الموصل. صفا تبلغ من العمر 21 سنة. نبذة مختصرة عن العمل إلى كل من فقدوا أطرافهم بسبب الألغام ومخلفات الحروب في الموصل. لقد تأخرنا على المدرسة. إذن لننتقل إلى المرشح الثاني هو هونر نوزاد من محافظة السليمانية. تحية لهونر. 19 سنة. العمل اللي قدمه هونر هو الدقيقة أو الثانية 12. أحيانا تكون اللحظات المعدودة كافية لإحداث التغيير الجذري في حياتنا. نعم، ننتقل إلى المرشح الثالث. أما المرشح الثالث فهو سرهات نريمان خمو. تحية لسرهات، 22 سنة، يسكن في دهوك، وقدم عملا باسم الشجرة. فائدة الأشجار لكل من الإنسان والطبيعة. نعم. الآن يتفضل الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين للإعلان عن الفائز الأول في مجال الفيلم القصير. هذا بينتله شوي.
مساء الخير. شكرا لمؤسسة روانجا للم الشمل في هذه الفعالية الفنية والثقافية. نعتقد في نقابة الفنانين العراقيين أن أي محفل فني أو ثقافي هو علامة مضيئة في وجه البلد، فشكرا لروانجا. الفائز الأول في مجال الفيلم القصير هو، قالوا لي انتظر شوية ضربات قلب، هونر نوزاد. شكرا جزيلا دكتور جبار. شكرا دكتور جبار، شكرا جزيلا. نسمع منك كلمة. سڵاتان لێ بێگاتان باش. پێشەکی لەباری کورتە فیلمەکەوە گەر باسێکی بکەم. تایتڵەکەی بریتە لە 0.12 چرکە کە تایە گرنگی کات باسەکە. هەڵبەت هەمووان نەزانین کە ڤیدیۆ لە کۆمەڵێک وێنە پێکێت، زنجیرە وێنەیەک پێکەوە ڤیدیۆیەک دروست دەکەن. کامل ڕووداوێکی تایە کە ڕووداوەکە لە سێ وێنە ڕۆیات. ئەو سێ وێنەیە لەسەر 25 چرکە گەر دابەشی بکەکاتە 0.12 واتە لە 0.12 چرکەیەک ئەتوانی کارێک ڕووبا کە ژیانی کەسێک بسەنیتەوە لە کەسەکە خۆی، کە بۆیە پێویستە بزانین کە ئەمە چیەکەین، چونکە ئەو کارانی ئێمەیەکەین کاردانەوەی لەسەر کەسانی تر لە کاتێکی دیاری کراوە و لە هەمان کاتیشە کات تاکە شتەکە ناگەڕێتەوە یاخود قەرەبوو ناکرێتەوە. پەیامەکەیم لێرەوە بوو، هیوادارم وەکو خۆی گەیشتێت و زۆر سپاسی دەستگای ڕوانگاکەم، زۆر سپاسی هەمووانشەکەم کە ڕۆژێ ڕۆژان یارمەتیمیان ناوە. شكرا. إذن فازت بهذه المسابقة القصة أو الفيلم القصير الثانية 12 وألف مبارك للفائز. الآن نعلن الفائز الثاني بمسابقة الفيلم القصير صفاء محمد. مبروك صفاء. أما الفائز الثالث فهو سرهات نريمان خمو. تحية لسرهات. هسه شنو؟ شو هسه يعني بصراحة اسمحوا سوي لي عصف بس ذهني لا للجمهور؟ ما يحتاج، لا عصف ذهني ولا يعني مطرب عنده أشهر أغنية اسمها تعال، تقول له تعال ما يجي، يعني ما أعرف شلون واحد راح يستدعي المسرح، والله العظيم ما أدري. يا أستاذ مصطفى العبد الله لك واز تجي لا تجينا أستاذ مصطفى نقول لك تعال. إذن الآن مع فقرة الفنان الصديق مصطفى العبد الله. يلا. هلا دوس. شاي الحلا طرت بهواه وماكو بغلا، يسوى كل نجمة بالسماء، اي شفت واني قلبي تاه فدولا الله شهالحلا، وقلبي قام يديك شجاع، اي والله انا احبك كلش وبقلبي غيره ما يدش مرتاح وياه، ونفرفش واسمع اغاني وبراسي حبه يفرش يا ويلي عشقه، ما يغش من هسه كل شطنش واسمع اغاني. والله انا احبك كلش وبقلبي غيره ما يدش مرتاح وياه، واسمع اغاني. حالة 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 قلبي يا حالة من فدوى لله يقتل جماله، حالة 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 قلبي يا حالة من فدوى لله يقتل جماله. يلا
واسمع اغاني وعيش كل حضرته ما يفوض وبقلبي حبه ينبض واشتاق له من اغمض واسمع اغاني ولو هسه يمي نفرض كل قوت احضنه واركض اشعار بحبه احفظ واسمع اغاني أغاني حالة 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 بقلبي يا حالة من فدوى الله يقتل جماله حالة 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 بقلبي يا حالة من فدوى الله يقتل جماله. شكرا للحضور، شكرا لروانجا على هذا التكريم ودعمهم للشباب. طبعا احنا نتمنى انه يكون عندنا 18 روانجا في كل محافظة، ان روانجا تكون داعمة للشباب. الشباب العراقي يعني لازم يندعم ولازم يكون العراق ان شاء الله في مصاف الدول المتقدمة. شكرا لكم وشكرا لجهودكم. خلينا نسمع تعال يلا اجين سلوان عيد، خلينا نسمع عيدها يلا. تعال شبعك حب شبعك دلال بس لك منطي مجال تعال واريد اقول لك اني قافل عليك يما تروح ما خليك تعال 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 يلا كاك اريد اقول لك اني قافل عليك وريد اشرد بيك تعال شبعك حب شبعك دلال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال 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 وتعال شبعك حب شبعك دلال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال 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 واريد اقول لك اني قافل عليك واريد اشرد بيك تروح ما خليك تعال 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 ويل ويل شلون انام واني موتني الغرام روحي متخبل عليك هواي تعرف احساسي شنو خبل وكلش حلو ولي متخبل عليك هواي تعال شبعك حب شبعك دلال تعال يا ابن الحلال حلال بس لك منطي مجال تعال يلا صفقة هاي واريد اشوف بيك يما بابا بارارا تعال احبك حب خرافي تعال اي حب قوي مو عالبال ابتديت هذا الجمال تعال 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 وتعال احبك حب خرافي تعال اي حب قوي مو عالبال فديت هذا الجمال تعال 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 واريد احضنك حضنه مال انتقام واحسسك بالغرام وسمعك احلى كلام تعال 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 ويل ويل شلون انام واني موتني الغرام روحي متخبل عليك هواي تعرف احساسي شنو خبل وكلش حلو ولي متخبل عليك هواي تعال شبعك دلال بس لك منطي مجال تعال 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 يلا صفقة شكرا لكم. طبعا تعذرونا على هذا التحضير السريع والماينص الموسيقى كانت هالشكل بهالشكل هذا. المهم احنا شفناكم وحضرنا وياكم. شكرا جزيلا لكم، تحياتي.
شكرا للفنان مصطفى العبد الله. نرجع وياكم لأجواء المسابقة. عندنا أيضا مرشحين وعندنا فائزين. خلينا نروح للإعلان عن المرشحين الثلاثة في مجال الابتكار العلمي. المرشح الأول هو صالح مهدي صالح من سكنة دهوك وعمره 25 سنة. وأنا صالح اشتغل على جهاز اسمه PCR كردي لاستنساخ الحمض النووي، أي طفرة علمية جديدة. المرشح الثاني هو أحمد جعفر مولود. وين أحمد؟ أهلا أحمد. العمر 25 عام. قدم نظام الآيتوك قدرة السيارات على إحداث تغيير جذري في تقدم ورفاهية الإنسان. أما المرشح الثالث هو ديار دلشاد من محافظة سليمانية وعمره 18 سنة. قدم لنا فحص كريات الدم الحمراء بدون سحب الدم، أي ابتكار طبي مختبري واعد. يتفضل الآن الصديق هشام الذهبي صانع الأمل لإعلان الفائز الأول في مجال الابتكار العلمي، فليتفضل. تحية كبيرة للسيد هشام الذهبي. ألف تحية، نورتنا. مساكم الله بالخير جميعا، بالتوفيق للأخوة القائمين على هذا المهرجان، وشكرا جزيلا لهم لإتاحة هذه الفرصة لي أن أكون من الأشخاص اللي يكرمون هذه النخبة المميزة من الشباب. طبعا لو علي كلهم فائزين، ولكن هذا نظام المهرجان. الفائز الأول في مجال الابتكار العلمي هو، يعني يعز علي أقول بس واحد، المفروض ثلاثة مكرمهم، ولكن كل اللي مشتركين بهذه الجائزة هم مكرمين أكيد، ومجرد وجودهم هنا هو إنجاز لكل الشباب اللي يمثلونهم. الفائز هو أحمد جعفر. ألف مبارك أحمد. نظام آيتوك. خلينا نشكر هشام الذهبي لأنه هو أيضا صانع أمل. شكرا. كلمة لك أستاذ أحمد. ليش آيتوك أحمد؟ سرطان يعني بتدي زور سباسي هموتها كاين قدم شوي. تفضل. أمرو كليلة أحمد أبون. مضبوط. 5 سال لسر يكتر من بجداريم لخلاطكان روانقا كردية لابو أوي. حول ذا بلانت هبي دەتوانی پێی بگەیت دڵنیا بە دەست بەرداری هیچ شتێکی خۆت مەبە. زۆر سپاس لە بۆ دەستگای ڕوانگە، یعنی بەجددی ئەوە یەکێکە لە خەونەکانم. ئەلحەمدولیلا سپاس بۆ خوای گەورە کە هاتە دی ئەو ڕۆژەم بینی. سەبارەت بە سیستەمەکەشم، سیستەمێکی زیرەکە بە حکمی خۆم ناو بەشی سیارات ئیش دەکەم، ئۆتۆمۆتیڤ. لە ڕێگای ئەو مەشاکلانەی کە ڕۆژانە تووشی بەکارهێنەران دەبی کە لەوەی ژیان ئاسانتر بکەین، بیرم کردەوە کە سیستەمێک دروست بکەین کە چیتر ڕێگە نەگری لەوەی کە با بڵێن هەندێک حاڵەتی نەخوازرا و ڕوودەدرە سیارەکان لە ڕێگای سیستەمێکی سمارتی تەلەفۆنیەوە کوچم بتوانی داخلی ناو عقلی سیارەکە ببیت، جا بتوانی دەرگای بکەوە سیارەکەی پێ بکەی یاخود GPS بە زۆر ئۆپشنیکە بتوانی سیارەکەی خۆت کۆنتڕۆڵ بکەیت. وإن شاء الله بردوامج دابين دوباره زور سباس. شكرا أحمد. الفائز بالجائزة الثانية هو ديار دلشار. إذن ديار هو الفائز الثاني، أما الفائز الثالث فأكيد هو صالح مهدي صالح. ألف مبارك. الآن حان موعد الشعر.
يبتسم جواد الحطاب الشاعر الكبير. الآن نعلن عن المرشحين الثلاث في مجال الشعر الكردي. المرشح الأول هو آلان شيركو حسين، عمره 21 سنة، من مدينة السليمانية. قدم نصا الموت في تابوت الحياة، ترجمة الأفكار والأحاسيس من خلال اللعب بالكلمات. مرگ لە تابوتی ژیاندا. ئێوارەیەک مەلەکان ژیانیان لەگەڵ خۆیاندا برد، لە پشتی مانگدا شاردیانەوە. ئێستا بەیانیان مەرگ هەڵدێت، هەور لە خەو هەڵدەستێت، جلە سپیەکانی خەیاڵدا دەنێت و جلە ڕەشەکانی کە توار لەبەر دەکات. ژیان بۆتە بوونەوەرێکی ئاسمانی. ئەی ئەگەر مەرگ ڕێگە بدات، ژیان گاتە هەڕەتی لاوێتی. إذن كان هذا المرشح الأول. أما المرشح الثاني أو المرشحة الثانية هي شراخان كاكاخان شريف. تحية لشراخان من محافظة أربيل وعمرها 25 سنة. الله يحفظ أمهاتنا. شراخان عملها وقصيدتها وصفة الأم، وشلون العالم موحش بدون الأم. ئەو گوڵانەی لە کراسەکەی دایکم بەربوونەوە. هەموو ڕۆژێ لە ناو ژمارەی تەلەفۆنەکاندا بە شوێن ژمارەی تۆدا دەگەڕێم. خەریکە تەلەفۆنت بۆ دەکەم. لەبەر ئاوێنەکاندا سەیری تۆ دەکەم. لە ناو قەرەباڵخی بازاڕدا چاو بۆ تۆ دەگێڕم. خەریکە دیاریەکت بۆ دەکڕم. خەریکە زووتر دێمەوە ماڵ. خەریکە دایە. خەریکە خەریکە خەریکە. أما المرشح الثالث فهو شاهو صلاح صالح. تحية لشاهو، العمر 24 سنة، من جمال التابعة لمحافظة السليمانية. قدم عملا بعنوان ضحكات السجن. ضحكات السجن صورة شعرية، أصوات وصرخات مبطنة. پێکەنینەکانی زیندان. سەیری وێنەی سەر دەرگاکەکەم بە قاچی بڕدراوەوە. منداڵەکەی فێری ڕۆشتنەکات شەهیدێک. بە چەپکێک گوڵە و منیان بینیوە. لەسەر گۆڕەکەی خۆم وەستاوم. ناوەکەمم خوێندۆتەوە و بزەیەکم کردووە. هەندێکیان گومانیان کردووە بزە بێت. ڕەنگە گریانێک بێ. من ئەوەم لەبیر نییە. ئێوە چۆن ئەوەتان لەبیرە؟ إذن إلمن وصلنا؟ أنا أكثر المحظوظين حضورا هذا اليوم. كل الحضور أصدقائي، ومعظمهم لم أرهم منذ زمن بعيد، ومنهم الأستاذ نوزاد هادي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار، يتفضل لإعلان الفائز الأول في مجال الشعر الكردي. مرحبا نوزاد، شلونك؟ شلون صحتك؟ مرحبا. أسعد الله مساءكم. شكرا لروانغا وكل المساهمين لإعداد هذه الفعالية وهذه الأمسية الرائعة في بغداد وعلى خشبة المسرح الوطني، ونبارك الكل المشاركين في هذا السباق. ودوما عرفنا روانغا بإنجازاته ودعمه للشباب وفي هذه المجالات المختلفة، فشكرا مرة أخرى لروانغا. سپاس بۆ روانغا، دەستخۆشیتان لێ دەکەین بۆ کارەکانتان و پیرۆزبایی لە هەموو بەشداروان دەکەین. الفائز الأول أو الفائزة شاهو صلاح. تحية لشاهو صلاح. شكرا جزيلا. شكرا.
جزيلا. سەرەتا زۆر سپاس بۆ دەستگای ڕوانگە کە هەموو ساڵێک هەل بۆ گەنجەکانمان ئەڕەخسێنێ کە توانە و بەهرەکانی خۆیان پیشان بدەن و ئێمە لە یەکەمی و لە دووەمی و لە سێمی هەمومان هەر براوین کە گەشتوونێتە ئەم ڕۆژە و ئەم شوێنە هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو هاوڕێکان مەخوازم. زۆر سپاس. شكرا. ألف مبارك. أحد يقول لي وين راح جبار المشهداني؟ عندنا جائزة للفائز الثاني والثالث. يلا عيني يلا يلا لأن الجائزة للفائز الثاني وهو آلان شيركو. وين آلان؟ الفائزة بالجائزة الثالثة شراخان كاكاخان. ألف مبروك. طيب نروح لإعلان المرشحين الثلاثة في مجال الشعر العربي. تمام. أنا طبعا ملتزمة بالنص، بس إذا نريد نطلع عن النص فأكيد راح أبدع مثل ما حضرتك تتبدع، فأكيد ألف تحية لشباب هذه الجهة والشباب اللي بالوسط والشباب اللي بهذه الجهة. ألف تحية لكم. زين. مو؟ المرشح الأول. المرشح الأول أو المرشحة الأولى هي صفا حميد حسين من بغداد. من كل مناطقنا في بغداد هي لها كل الحب والتقدير. عمرها صفا 20 سنة. العمل اللي قدمته صفا هو سماء الحب. تحت سماء الحب للكلمة قوة تجعلها تغير ما في قلوب الناس. تحت سماء الحب. نعم، إننا العشاق بدرا تصوغنا، أماني الهوى في سكرة الليل مذ كنا، فإن ترشف الأقداح رعشة قلبنا ليوم تعش في خمر أحداقنا قرنا. جذور الورى تمتد للأرض عنوة، وجذر الخياليين قد عانق الكون، فمن يزرع الأشواق يثمر له اللقاء، ويقطف قبلات على خده ذبنا. المرشح الثاني هو مصطفى حسام حسين من سكنة بغداد. مصطفى قدم عملا بعنوان أرقام. النازحون، تراجيديا توخز الضمير، أحلام الرعب وذكريات الديار وألم الفراق. أرقام. يا بدر يا نجم يا والبحر مضطرب، يا أيهذا الذي يبدو وينخطف، ما زلت أصغي ولج البحر يسمعني أصوات من للمنى بالدمع قد هتفوا، يا من وقد ساقت الأمواج عاصفة وأغلقت عينها عما جرى الصحف. أما المرشح الثالث فهو علي سالم خليل من بغداد، عمره 18 سنة. وين علي؟ أهلا علي. العمل اللي قدمه علي هو رسالة في بريد آصف بن برخية. رسالة في بريد آصف بن برخية. على أوجه الليل يا آصف أقلب أحلام قوم غفوا، فلا هدهدا تستبيح الحروف، ولا سبأ سوف تعترف، وبلقيس صوت يرد السلام على من لأرض الغرام نفوا، وصرحي قد مردته اليراعة، ما شئت يا صاح تغترف. يتفضل الشاعر الكبير الأستاذ جواد الحطاب للإعلان عن الفائز الأول في مجال الشعر العربي. جواد الحطاب يسميني جبركة من زمان. بالمباريات
العراقية تحديدا للمنتخب دائما يطلعون بنية لافة وجهها بالعلم العراقي دائما صورة. فمرة كتبت لها على البارد على السريع: عيناك ما قدستها أبدا، قدست في عتباتها وطني، لولا النخيل على مرافئها ما غامرت بعبابها سفني. الشعر مغامرة، وعلى الشعر مغامرة، وعلى الشاعر الذي يريد أن يسلك هذا الطريق أن يتهيأ للسهر، وأن يتهيأ للسفر، وأن يتهيأ لاكتشاف مدن وقراءات، لأن أحد الشعراء العالميين الكبار قال: عليك قبل أن تكتب قصيدة أن ترى مدناً وترتكب حماقات وتعاشر نساء وتسافر. الآن في الوضع العراقي حقيقة هناك فقط المعاناة والفقراء الذين يجب أن ننتمي إليهم. قبل أن أعلن الفائز الأول في مهرجان الشعر العربي بودي أن أتقدم بالتحية إلى كابتن التقديم الأستاذ جبار المشهداني، وإلى اللاعبة القديرة الأستاذة الماجد التي أمتعتنا اليوم كثيراً. شكراً. مثلما بودي أن أشيد بلجنة التحكيم التي هي ممثلة بالدكتورة سلامة الصالحي والشاعر المبدع علي وجيه. الآن هناك نبض أو هناك ترتيب ما، ولكن بودي أن أعلن عن الفائز الأول وأقدم له باقة ورد في مجال الشعر العربي، هو مصطفى حسام. ألف مبارك مصطفى، محافظة بغداد. مصطفى ووعد مني إذا استمر مصطفى إن شاء الله أن أكتب المقدمة النقدية لمجموعته الأولى. تهنئة. شكراً أستاذ، شكراً لك. شكراً جزيلاً. مصطفى، ليش النازحين؟ شكراً جزيلاً. خلينا نشوفك مدام بغداد إن شاء الله. بداية تتكلم القصيدة عن النازحين وكيف فنت أحلامهم عن طريق الخوف، وذكرياتهم أيضاً عن طريق الفرق والبعد عن الوطن، وأيضاً أجسامهم عن طريق عدم الطعام غير قوي على الوقوف. وأيضاً هناك بعض الصحف والمجلات جاهلة عن نبذ معاناتهم. فبهذه القصيدة أنا ممكن أن أكون أحد النابذين إلى هذه المعاناة. نعم. شكراً لك مصطفى. أكيد مبارك لك الجائزة. ننتقل إلى إعلان الفائز الثاني والثالث. الفائز الثاني هو علي سالم. ألف مبارك علي. أكيد الفائز الثالث هي صفاء حميد. مبارك صفاء. الآن نعلن لكم عن أسماء المرشحين الثلاث في مجال البرمجة. المرشح الأول هو دارفان شفان خير الدين. تحية لدارفان، 21 سنة، يسكن في مدينة أربيل. نبذة مختصرة عن العمل: العزف، ألحان مبتكرة ومؤثرات صوتية عبر الإنترنت بواسطة الذكاء الاصطناعي. أما المرشح الثاني هو آراز إبراهيم، أيضاً من أربيل، وعمره 22 سنة. قدم لنا عمل بعنوان قتل الزومبيس.
مع وجود عناصر ممتعة. المرشح الثالث هو زياد أسعد، يبلغ من العمر 22 عام، من أربيل. مشروعه هو OCR من أجل كردستان للتعرف على الحروف الكردية بطرق تقنية حديثة. ننتقل الآن إلى معرفة من هو الفائز الأول بعلم البرمجة. يتفضل الدكتور صفاء المعموري للإعلان عن الفائز الأول بهذا المجال. مرحبا دكتور. مرحبا. طبتم مساء. 3 تشكرات للمشاركين الأولى والآبائهم وأمهاتهم اللي حفزوهم ودعموهم أن يجون لهنا ويشاركون ويكونون موتيفيتد. والتشكر الأخير إلى مؤسسة روانجا. أكيد كعميد كلية معلوماتية الأعمال وعندي خبرة بسيطة في مجال السوفت وير، وعندنا دائما تفكير ناقد، فأحب أقدم مقترحات إن شاء الله للأعوام القادمة. المقترح الأول زيادة عدد التخصصات اللي تشارك بالمسابقة، مثل وخصوصا المرتبطة بتراثنا، الخط العربي، الزخرفة، يعني ما شئت فعدد كثيرة. والاقتراح الآخر هو التوجه نحو الجنوب في عقد اللقاءات القادمة إن شاء الله. المرتبة الأولى من نصيب. نعم. شو ما دق القلب. دكتور نقولها عنك. أهلنا يقولون الماء يوقع ما يصير خيال. المرتبة الأولى من نصيب زياد أسعد. زياد أسعد. شكرا دكتور. شكرا للدكتور صفاء، شكرا جزيلا. شكرا لك ممنون. شكرا. صفاء المنصة إلك، مايك إلك. سەرەتا زۆر سپاسی خۆی گەورە دەکەم کەوا منی گەیاندا ئەم شوێنەوە. زۆر سپاسی دەستگای ڕوانگە دەکەم کەوا ئەو هەلەی بە ئێمە گەیجانداوە تاوەکو لە بوارەکانی خۆماندا توانەکانی خۆمان تێدا بەدەربێخین. و زۆر سپاسی دایک و باوک و هەموو ئەو مامۆستایانە دەکەم کەوا منیان گەیان بە ئەمڕۆ، و هەروە پیرۆزبایی لە براوی دووەم و سێمیش دەکەم. و ئیشاڵڵا بە کۆتاش نییە، ئیشاڵڵا ئەوەیە دەست پێکە بۆ شتی باشتریشە. شكرا. زۆر سپاس. شكرا. ألف مبارك. تلاحظون كل اللي اقول اسمائهم اني ياخذون المركز الاول، ما ادري مصادفه والله ما ادري، يعني ما ادري اني فايزين والله ما ادري. لا اكو اتفاق بينك وبين المنظمين وإن حديث بعد الحفل. الفائز بالجائزه الثانيه آراز ابراهيم، تحيه كبيره. اكيد الفائز بالجائزه الثالثه هو دارفان شفان. الف مبارك اذا قلت صح. الف مبارك. احنا نكون وصلنا وإياكم إلى الانتهاء من الإعلان عن الجوائز لهذا الحفل. قدمنا عدد كبير من المرشحين على خشبة هذا المسرح، وتم حصد الجوائز الأولى للفائزين الأوائل، وبالتالي الجائزة الثانية والثالثة أيضا فائزة، وكل الشباب اللي شاركوا بهذه المسابقة فائزون حقيقة. وين وصلنا أستاذ جبار؟ إلى الختام. إلى الختام. ختامها مسك إن شاء الله. ختامها مسك. الحفل، الأغنية اللي راح تعرض على خشبة هذا المسرح هي لقصة حب ما بين شاب وشابة
من بغداد ومن الإقليم. هذه قصة الحب راح تكون على شكل أغنية يقدمها الفنان الجميل مصطفى العبد الله، ومن كردستان العراق برواز حسين. صاح القلب يا ستار لما شفتها قبالي، عربي وحب كردية اختت لي قلب وبالي. نامي بس قصبكي شتيبكا كباوركا بالي من مندودكم تا أوضلت رادتكم. قد حبك وقلبي كفو وياك على المر والحلو، تخافين يعني من شنو كلش احبك يا حبي. بقصان سرسام مكا ناموينا ومكا بالي من لوتم برزة توش ياري بظلم مكا. صاح القلب يا ستار لما شفتها قبالي. مو صوت هجمان بيوت شن لاحن وتعزفه، قصة وبدت بالنظرات قفلتها يمكن زفه. اوهم قصة زيادة عشق شواء الثانية، خريكة بزرداب بولينا أقروانيا. لك اني بتناس وصعب اكذب بشي اسمه حب، خليتك بنص القالب للموت ما تطلع منه. قردي لي من دوه بكر دربي سلمنا بالقسانة فري وناخم يتربس واس بينا. صاح القلب يا ستار لما نشوفك قبالي. ويشرفني انه ارتدي الزي الكردي على خشبة المسرح الوطني وبغداد. شكرا مصطفى، شكرا مصطفى الفنان الجميل، شكرا برواز. كلش سعيدة انه لبست زي تراث عراقي اللي شرف و بخير بين سرسر وسرتاوان. دميوت اوبلم هنرمند جاندني بياما وكو خوي دبي بياما كبجيني. شغل الفنان هو لازم الرسالة. شكرا. شكرا برواز حسين، شكرا حبيبتي، نورتينا بالزي العربي واكيد تصميم جميل. استاذ جبار، احنا وصلنا ويا جمهورنا وضيوفنا والمتسابقين الى نهاية الكرنفال. لا إن شاء الله هذه مو نهاية الاحتفاء. في العام المقبل نتمنى أن نرى مؤسسة روانجا في مدينة عراقية أخرى، وكل مدن العراق إن شاء الله تحتفي بالشباب المبدعين. شكرا للمؤسسة، شكرا لمن حضر، شكرا للفائزين، شكرا الجميع فائز، شكرا للجمهور الكريم. تحيات ومحبات، نلتقيكم في مناسبات أخرى. حتى ذلك الوقت إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الختام للزميلة نور. أكيد أكرر الشكر لجميع الرعاة لهذه الاحتفالية اللي قامتها المؤسسة، والشكر موصول للإعلاميين ومنصات التواصل الاجتماعي، الشخصيات السياسية والشخصيات الفنية، جميع العوائل التي حضرت اليوم مع المتسابقين. ألف مبارك لكم الفوز، وهذه هي بداية المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ جبار المشهداني، شكرا جزيلا. على حضورنا على شكرا. منصة مسرح شكرا جزيلا. المسرح شكرا. مع السلامة. شكرا.